في الفيديو ده هقول لكم على خلطه سحريه هتقدروا تنضفوا بيها الملابس الملونه لو نضحت او جابت الوان على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل اللي عليكم تصلوا على النبي ونكملوا الفيديو مع بعض للاخر. في الفيديو ده هقول لكم على خلطه سحريه بمكونات بسيطه جدا هتقدروا تنضفوا بيها الملابس الملونه لو جابت او نضحت الوان على بعض من غير ما نأثر على الالوان الاساسيه بتاعتها. هنجيب اي حاجه فاضيه وهنفضي فيها نص كوبايه مسحوق بودر بتاع غسالات عاديه. بعد كده هنجيب من اي صيدليه ميه اكسجين تركيز 20% والاسم العلمي بتاعها بيروكسيد الهيدروجين، وهناخد منها زي نصها كده تقريبا. بعد كده هنجيب عندنا اي معجون اسنان احنا بنستخدمه عندنا في البيت وهنفضي منه شويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هنحط عليهم زي كوبايه الا ربع اي كلور الوان احنا بنستخدمه عندنا في البيت. وفي فرق ما بين الكلور الالوان والكلور الابيض، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. احنا عامه بنسميه كلوركس الوان. اخر حاجه بقى هنفضي عليهم شويه ميه مغليه ونقلب الكلام ده كله في بعض كويس لحد ما كل حاجه تدوب في بعض. هنحطها بقى على جنب دلوقتي، وهتجيبوا عندكم اي حله ستانلس او اي حله الومنيوم وهتحطوا فيها ميه وتخلوها تغلي، او ممكن تجيبوا ميه مغليه وتفضيها في الحله دي. اهم حاجه الميه تكون بتغلي لانها نص الحل لتنظيف الالوان دي. بعد كده بقى هنجيب الخلطه بتاعتنا اللي احنا عملناها من شويه وهنفضيها في الميه ديت ونقلبها برضو كويس. قبل ما احط البنطلون كله في الخلطه ديت هاخد جزء من عند رجل البنطلون من تحت وهنحطها في الخلطه ديت، وتعالوا نشوف مع بعض النتيجه بتاعتها هتكون ايه. وطبعا حاجه مهمه لازم تكونوا فاهمينها ان النتيجه بتختلف من قطعه ملابس للتانيه، وده بيكون على حسب نوع وخامه الملابس وعلى حسب شده وثبات اللون الزياده اللي هو جه فيها. زي ما انتوا شايفين اهوت الحمد لله اللون طلع بالكامل ومبقاش ليه اي اثر. طبعا الميه سخنه جدا فانا مش عارف امسك البنطلون كويس. هنجيب بقى البنطلون وهنحطه بقى بالكامل في الخلطه اللي احنا عملناها دي. نضحان او خرط الوان الملابس على بعض دي من اصعب البقع اللي ممكن الناس بتواجهها، واللي ممكن فيها قطعه ملابس واحده ممكن تبوظ دوره غسيل كامله لو جابت لون على الملابس دي كلها. واكبر خطأ الناس بتقع فيه انها بتستنى لما الملابس دي تنشف وبعد كده بتعالجها، وطبعا ده بيكون خطأ جدا. المفروض الملابس دي تتعالج وهي لسه طرية او لسه مبلولة، لان الملابس دي لما بتنشف اللون بيثبت اكتر وبيكون صعب جدا ان هو يطلع. اهم حاجة وانتوا بتحطوا قطعة الملابس في الخلطة ديت ان انتوا تغطوها بالكامل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او تجيبوا غطا حلة صغير وتحطوه على الوش بحيث ان هو ينزل قطعة الملابس تحت، وبتسيبوا بقى المية ديت لحد ما بتبرد خالص، وبعد كده بقى بتطلعوا قطعة الملابس منها. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان تنظيف قطعة الملابس بيختلف من قطعة لقطعة على حسب ثبات الالوان بتاعتها وتركيز وثبات اللون الزيادة اللي هو جه فيها. في طبعا ملابس هتلاقيها بتجيب نتيجة من اول ما بتحطوها في الخلطة ديت والالوان الزيادة دي بتطلع على طول، وفي ملابس هنسيبها لمدة ساعة او ساعتين، وفي ملابس ممكن نسيبها ان هي لحد المية ما تبرد خالص، وفي ملابس هنضطر ان احنا نعمل الخلطة دي مرة واتنين لحد ما نلاقي اللون ده اختفى خالص. طبعا انا هنا ما سبتش قطعة الملابس، انا بحاول اطلعها من المية على طول عشان وقت الفيديو، وفي نفس الوقت المية سخنة جدا فانا مش عارف امسك قطعة الملابس كويس. طبعا زي ما انتوا شايفين اهوت الحمد لله اللون طلع بالكامل وما بقاش ليه اي اثر، وطبعا اللون الاساسي بتاع البنطلون زي ما هو ما تأثرش بأي حاجة. متنسونيش بقى بدعوة حلوة، ويا ريت تعملوا شير للفيديو ده على قد ما تقدروا، لأن فعلا الفيديو ده مهم لناس كتيرة جدا بتقع في نفس المشاكل دي وما بتعرفش الحل بتاعها ايه. ما تنسانيش بدعوة حلوة وتعمل لايك وشير عشان غيرك يستفاد.